السلام عليكم يا صديقي. اللي قدامك ده مدخل لمقبره يا صديقي، مدخل لمقبره. احنا في الشرق، تمام، عشان الناس اللي قالت ان المصري القديم ما دفنش في الشرق، دفن في الغرب بس. لا، هو ده مصر القديم. تمام. عايز بس اوريك حاجه الاول، كنت صورتها لك الفيديو اللي فات. بص هنا مدخل المغاره، ده مدخل مغاره حلو كده. ده كان كله ردم بقى، ده اتردم من عوامل التعريه او من عوامل الطبيعه. مدخل المغاره اهي، تمام. عمقه فين؟ على وش الارض، على وش الارض، تمام. اللي دخل وفتح المقبره دي، اللي عثر على المدخل ده، تمام، عثر على المدخل ده، دخل جواها لقى غرفه زي ما انت شايف اهي، لا عجنات ولا حاجه، طبيعه جبل منحوته فيها متفرغه في قلبها، تمام. وقام داخل جوه هنا، قطع حاجه اسمها سرداب جنائزي، قطع حاجه اسمها سرداب جنائزي، ده سرداب، تمام. ده ما كانش موجود لسه، ما كانش اتكسر يعني. وقطع هنا في الفداء، عمل غرفه الدفن اهيت. وشكرا لكده يا صديقي. ادي غرفه الدفن، دي غرفه الدفن، وده باب غرفه الدفن، ده باب غرفه الدفن، تمام. فاللي جه هنا لقى الحاجه دي موجوده، كسر تحت هنا، نزل للمغاره اللي انا صورتها لك في اول الفيديو ده، خلينا، واللي صورتها لك في الفيديو اللي فات. ده عمود في الصاله او البهو بتاع المغاره، والمغاره كبيره طبعا، بس عشان مقفوله من هنا وما ينفعش احنا ننزل لها من هنا، تمام. فما ينفعش ان احنا نخش او نيجي يمها. ده اسمه السرداب الجنائزي، وده باب غرفه الدفن اللي قدامك ده، تمام. وده غرفه الدفن يا صديقي زي ما انت شايف كده، تمام. الغرض من الفيديوهات دي هي توعيتك لا اكتر ولا اقل. توعيتك بقى من ايه؟ من مخاطر التنقيب، ومن مخاطر اللي هو يقول لك ان المداخل على 10 و20 و30 متر عشان تكسر في الجبل، تمام، ويتنصب عليك وتخرب بيتك، تمام كده. ولما كنا بنقول ان ما هي مداخل معموله من بره، مقفوله من بره ولا من جوه، كان لمجرد وجود الشرخ اللي انت شايفه ده، يجي يقول لك ده سيال ميه، ده بتاع ميه، ده عوامل تعريه، ده الميه هي اللي عملت كده، ده عوامل التعريه اللي عملت كده. للاسف لا، اهيت نحت كامل زي ما انت شايف اهوت. وده شغل مصر قديم. الصفحه، فيديوهات الصفحه هي كفيديوهات زيها بتعرض المقابر، زيها زي ما بيعرض المتاحف، زي ما بنعرض القطع، وبنوعي بيها الناس من مخاطر التنقيب والنصب عليهم ووهمهم وايقاعهم ضحيه. بص يا ابن عمي، مش عشان هي دفن يبقى المدخل ده لازم تلاقيه على 10 و20 و30 متر، ومش عشان سكن او معيشه، مع ان هي السكن هي المعيشه، هيبقى بتلاقيه على وش الارض. ومش عشان هو غني يبقى لازم يبقى على 10 كيلو تحت، ومش عشان هو فقير يبقى هو على وش الارض. لا، للاسف لاي مدخل، لاي غرفه، لاي مقبره، لاي شيء، مدخل رئيسي وشرعي من على وش الارض لا يتجاوز المتر او المتر ونص اهو. وطول المدخل من اوله لاخره اهو. نصيحه مني ليك يا ابن عمي، ما تجريش للوهم، ما تجريش للوهم، وما تجريش ورا العيال الهبيده والرزيعه. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول.